لا يمكنك أن تقاوم مائدة أهل الشام الصباحية حين تجتمع عليها ألوان الطبيعة ورائحتها الزكية. ثمة طقس دمشقي مكرس ربما منذ قرن من الزمن أو أكثر، يقتضي أن تكون وجبة الفطور أيام الجمعة هي وجبة الفول. والله المصلحة قديمة كتير، أبا عن جد قديمة، والله كل الشرايح بتاكلها، الغني والفقير. هي يوم الجمعة له طابع خاص، يوم الجمعة له طابع خاص، يعني كل الناس لازم تاكل فول وحمص. هي أكلي على بكرة يوم الجمعة مفضلة. غالباً ما يتولى أكبر أفراد العائلة وهو الأكثر إبكاراً في الاستيقاظ تأمين الوجبة، متوجهاً إلى بائع الفول لإحضارها متبلة بالزيت والثوم أو دون تتبيل ليصار إلى تتبيلها في المنزل. ولاستكمال هذا الطقس الأسبوعي لابد أن تضم مائدة الإفطار الفلافل، وهي أكلة شعبية سورية. لا يمكن لأحد أن يتصور حياً سكنياً في دمشق القديمة دون بائع الفلافل. حمص بنحط له بهارات، بصل وثوم وبقدونس وكربونة، نعجنها العجنة بنتبلها، وهي أكلة شامية بسموها أكلة الفقير، بس بهالأيام هي أكلة زناقيط. يكتمل يوم الجمعة أخيراً بتمرية وكعك أو تماري الكعك، من أشهر الحلويات والمأكولات الشعبية الدمشقية، تعود إلى مئات السنين، لا يعرفها سوى أهل الشام، لذلك تعتبر من التراث الشعبي. تتم صناعتها بسكب السمسم والسكر والطحينة والدبس بطريقة فنية على التمرية. لبائع التماري طريقته الخاصة في المنادات عليها لتكون أمام طقس آخر من طقوس الشام الجميلة. أطيب تماري عند أبو حسين الغالي، ما دبس وطحينة يا عيني، والله مغزية والله مغزية، هي التمرية 100% يا عيني، والله مغزية. أطيب تماري عند أبو حسين الغالي، تاكلها مشهية يا عيني لمهانية. تماري وكعك تماري وكعك. كثيرة ومتعددة أطباق الطعام الشعبية السورية، غير أن هذا الطقس الأسبوعي له بهجته الخاصة باجتماع العائلة، ما يضفي جواً حميماً يوم العطلة. درجت العادة أيام الجمعة في الشام أن يكون الفطور بنكهة شرقية شعبية، فول وحمص فلافل وفتات. تنتظر العائلة هذا الفطور من جمعة إلى جمعة. دارين فضل، العالم، دمشق.